أهلا بيكم. لو جملة das في الألماني بتعمل لكم صداع، فخلال دقايق بالظبط المشكلة دي هتتحل خالص. النهاردة هنبسط سوا واحدة من أهم القواعد في اللغة الألمانية، وهنخليها سهلة جدا. يلا بينا. تخيلوا معايا الموقف ده. بتعملوا شوبينج مع حد وبيسألكوا عن رأيكم في حاجة، زي مثلا إيه رأيك في الجيبة دي؟ بالألماني السؤال ده بيبقى Wie findest du den Rock؟ طيب عشان نجاوب على سؤال زي ده محتاجين كلمتين مهمين قوي. الكلمتين دول هما اللي بنستخدمهم عشان نعبر عن رأينا، الفعل finden والفعل glauben. هما الاتنين معناهم قريب من يعتقد أو يظن، بس استنوا، في فرق صغير لكن مهم جدا بينهم. بصوا بقى، بنستخدم ich finde لما بنتكلم عن رأينا الشخصي، إحساسنا، حاجة ليها علاقة بالذوق، يعني لو شايفين حاجة حلوة أو وحشة. أما ich glaube فدي بنستخدمها لما يكون رأينا مبني على معلومة أو حقيقة موضوعية، زي مثلا سعر حاجة. فالخلاصة إيه؟ اسألوا نفسكم، ده مجرد إحساس يبقى finden، ده مبني على معلومة يبقى glauben. طيب إزاي بقى نربط جملة الرأي بالجملة اللي بتشرحه؟ هنا بتيجي كلمة السر بتاعتنا das. ممكن تكون كلمة صغيرة بس هي عاملة زي الباص بتاع الجملة، هي اللي بتدي الأوامر وبتغير شكل كل حاجة بعدها. ودي بقى القاعدة الذهبية بتاعت النهاردة. أول ما تشوفوا das في الجملة اعرفوا إنها ليها وظيفة واحدة بس، بتدي أمر مباشر للفعل وبتقوله أنت مكانك في آخر طابور. يعني ببساطة das بتزق الفعل المتصرف لآخر الجملة خالص. كفاية كلام نظري صح؟ يلا نطبق عملي عشان القاعدة دي تلزق في دماغنا وما تطلعش تاني. هديكوا جملتين وعايزاكوا تفكروا إزاي نلزقهم في بعض صح قبل ما أقول الإجابة. جاهزين؟ طيب عندنا الجملتين دول. الأولى Ich glaube das، يعني أنا أعتقد إن. والتانية جملة عادية خالص. Der Rock kostet 25 يورو، يعني الجيبة دي بتكلف 25 يورو. دلوقتي الدور عليكم. لما نجمعهم الفعل kostet هيروح فين؟ فكروا فيها ثانية كده. فاكرين القاعدة؟ فاكرين الباص بتاعنا das بيعمل إيه في الفعل؟ أيوة، بيزقه للآخر. بالظبط كده. شفتوا إيه اللي حصل؟ الفعل kostet ساب مكانه الطبيعي في الجملة وراح وقف في الآخر خالص. Ich glaube, dass der Rock 25 Euro kostet. بسيطة اهي. يلا مثال كمان عشان نثبتها. المرة دي هنستخدم finden عشان نعبر عن رأي الشخصي بحت. الجملة الأولى Ich finde das، والتانية Die Bluse ist hässlich، يعني أنا شايف إن البلوزة دي وحشة. يلا نلزقهم في بعض. الفعل بتاعنا هنا هو ist، يا ترى مكانه هيبقى فين بعد ما das تدخل في الموضوع؟ فكروا فيها؟ برافو. تاني مرة، الفعل ist راح في آخر الجملة، بقت Ich finde, dass die Bluse hässlich ist. الموضوع طلع سهل خالص، هي مجرد قاعدة وبنطبقها كل مرة. طيب آخر مثال، وده فيه خدعة صغيرة كده عشان أتأكد إن التركيز عالي. عندنا Ich glaube das، والجملة التانية أطول حبتين. Das T-Shirt ist zu leger für die Arbeit، يعني التيشيرت ده كاجوال قوي على الشغل. وهنا بقى النقطة المهمة قوي، حتى لو الجملة طويلة وفيها لخبطة بصرية زي إننا شايفين das وdas ورا بعض، القاعدة مش بتتغير أبداً. das بتفضل هي البوس وبتبعت الفعل ist لآخر الجملة مهما حصل. وبما أننا جبنا سيرة das وdas، فدي تقريباً أكبر لخبطة بتقابل أي حد بيتعلم ألماني، فخلينا نوضح الفرق ده مرة واحدة وللأبد عشان نرتاح منه. الموضوع أبسط مما تتخيلوا. das اللي فيها 2 اس دي أداة ربط، وظيفتها بس إنها تربط جملتين ببعض، وهي دي اللي بتزق الفعل للآخر. أما das اللي بأس واحدة دي أداة التعريف المحايد زي كده، وبتيجي قبل الاسم زي ما قلنا das T-shirt، يعني كل واحدة ليها وظيفة مختلفة تماماً عن التانية. وبكده نكون لمينا الموضوع كله. عرفنا إمتى نستخدم finden وإمتى glauben عشان نعبر عن رأينا، والأهم من ده كله عرفنا إن das هي مفتاح تركيب الجملة صح. لو في معلومة واحدة بس عايزاكم تطلعوا بيها من الشرح ده، فهي القاعدة الذهبية دي، احفظوها زي اسمكم. das بتزق الفعل لآخر الجملة. لو افتكرتوا الجملة دي، نص مشاكلكم مع القاعدة دي اتحلت فوراً. ودلوقتي بعد ما القاعدة بقت واضحة، إيه الجمل التانية اللي ممكن نربطها بنفس الطريقة دي؟ أحسن طريقة للممارسة إنكم تفكروا في أمثلة من عندكم. لو الشرح ده كان مفيد ليكم، اللايك والاشتراك في القناة هيساعد جداً إن الشروحات اللي جاية توصل لأكبر عدد. أشوفكم المرة الجاية، سلام.